يا مساء الخير، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم طالعين لفة على السوق، رايحين ندور على صاج. ام خالد من زمان وهي تقول لي بدي صاج. والله كثير حابة، خصوصا تبع الحطب. ايوه، حطب او غاز او اي شيء اللي بنلاقيه بنشوف بندور واللي بنلاقيه بنجيبه إن شاء الله. شكل الحرزات ما فيهاش ولا عصرانيه. والله احنا قاعدين بندور. في محل اللي مره رحنا عليه ذاك اسمه هزاز الحجاز. هزاز الحجاز، هزاز الخبر، هزاز مش عارف دمام. ايش. خلاص روح عليه. هي هسه حاليا الحرازات اصلا فيها محلات كثير جديده فتحت. اي والله. كثير، بس انتعشت المنطقه. صارت اسواق الصواريخ كلها جت لهون. ايوه. هاي شوايه. طيب ما بيمشيش الحال تبع نفس اللي بنجيبه للزيت للقلي؟ صغير هذا. صغير هذا. لا خذين هون غير هيك يعني مش مقعرة كثير، لازم يكون هيك كروي. ما لقيناش للاسف. ما في للاسف هون. خلينا نروح نشوف لنا محل ثاني قدام بقدر الاقي ناصرونية او شيء. نجرب نفوت على محل ثاني. صغير هذا. طلع قلي صغير عادي، حتى لو تبغى قلي بس صغير. صغير. لا قلي هذا. هذا محل ثاني. ابو خالد مصر على الستانلس ستيل. هذا مع غاز. بينفك هذا. طيب نفس الحديدة هاي. نعم. نفس اللي شفناها هناك، بس انه هذا معه غاز. معه غاز. نفس الحجم تقريبا. تنفك. ايوه. فيه توزيع للنار كمان. هذا ما فيهوش صندوق من تحت اقدر احط فيه اشياء؟ مش هذاك اللي بسوريا بحط فيه صندوق. كانه مقعر زياده. ايش المقاس؟ 40 صافي ولا مقاس؟ هذا كم مقاسه؟ المقاس اللي 50 صافي. يصير اظن كويس. آه. هذا حديد؟ ايوه حديد. بس هاي النوعيه عندك؟ تبغى نوعين ستيل، في نوعين هندي بالسعر 200. هذا كم؟ هذا السعر 80. نفس المقاس هذا. كم تحسب اياه هذا؟ اعتقد مناسب. نحرقه بالنار. عفوا قوي. طفاريات. منفعل للمتة هذا؟ ها؟ منفعل للمتة؟ والله ما بعرف، نجرب. كم هاي؟ هذا يا ريت. خلاص هذا صاج؟ خلاص توكل على الله. هذا خطوط كم هذا؟ هذه من 50. واللي جنبه جنبه 450. هذه قدر رمضان. افغاني هذا، بس هذا 100 هذا ما يجي خراب هذا. اخيرا جبنا لك الصاج. مقاس كويس هذا. اي كويس. مطاير هي. خبز اشراك. خبز اشراك. هسه بدنا نجربه، بدنا نشوف شلون بيشتغل. المهم هذا حديد. اول شغله بدك تحرقيه، تعطيه نار قويه. ايوه. قبليها طبعا لازم يتليف مضبوط بالسيفه تنظف. اكيد 100%. بعدين بينحرق، بعدين بتزيت، تحطي عليه زيت كلياته، خلي الزيت يحترق فيه. تمام. خلاص هيك ما عادش يصدق. احنا بسوريا كانوا يستخدموا الحديد وهذا، ما لقيناش ستانلس ستيل. ستانلس ستيل ما بصدقش احسن. وشفنا هذاك تبع الغاز طلب غالي فيه 250 250 ريال على نفس الحجم هذا، اصغر حتى. وحديد كمان. طبعا غسلناه نظفناه بالبدايه. هسه ابو خالد بدنا نساوي؟ قلت نولع النار، نحرقه بالاول مو؟ شوي.
يلا احنا نقعد سهرة اليوم حوالي الصاج. سوينا عليه لزاقيات؟ ترى بتساوي عليه. بتساوي عليه كل شيء. لزاقيات. مش شرط يكون يعني مبسط. لا. ايه سخن. بسرعة ما شاء الله. بس انت بكثرة الزيت. هاي كثير. شو حاطة زيت زيتون ولا زيت ابيض؟ لا زيت ابيض. زيت اونة. زيت دوار الشمس. شو اسمها هاي الطريقة؟ هاي مشان الحديد ما عاد يصدي. بيتشكل فيه كربونات. طبعا هاي بيستخدموها بالحديد، بيسخنوه على النار حتى يصير لونه احمر، يحطوه بالزيت. ايوه. عارف شلون؟ فالاواني القديمه كانوا يحطوا عليه هيك زيت. نستخدم زيت طبخ احنا عشان ما يكون يعني نوعيه سيئه. هسه كمان بدنا نتركه هيك على النار كمان شوي. ايوه. ما شاء الله ابو خالد صار يلمع، صار كانه تيفال. ايوه اسود. خلص لك انا هسه بدنا نتركه، وبكره ان شاء الله بنجرب عليه. شو جاي نجرب عليه بكره؟ طيب كشك ولا بسبانخ؟ كشك ولا خبز؟ كشك وخبز. كل شيء ان شاء الله لبكره. هذا اليوم الثاني. طبعا امبارح بالليل قررنا انه اليوم نعمل فطاير بكشك. الكشك اللي سالتوني عنه المره الماضيه كثير، وللان لسه عم تجيني تعليقات بيسالوني شو هو الكشك يا ام خالد. الكشك هو برغل ناعم. البرغل الناعم اللي بنستخدمه بالتبوله وبنستخدمه بالكبه او الكباب هو نفسه. بنحطه مع لبنه مالحه تكون يعني يكون ملحها كويس، وبنخلطها هي والبرغل مع بعضهم، وبنجففهم بالشمس لحتى ينشفوا. بعد ما ينشفوا بنفركهم، طبعا نعملهم زي الاقراص، وبعدين بنفركهم بيطلعوا هيك. طبعا في بعض المناطق بيعملوه ناعم، بصير زي البودرة. احنا بنخليه خشن هيك مشان نستخدمه بالفطاير. هذا هو الكشك اللي سألتوني عنه. فاليوم طريقتنا شلون؟ طبعا هو مالح وحامض. بدنا نحط الكشك. طبعا انا ناقعيته من امبارح بالليل بالمي. معانا بندورة طبعا مصفيتها من المي، واذا بتشيلوا اللب وبتفرموه بيكون كويس. شايفينها بندورة مفرومة ناعمة كثير. معانا بصل حمسناه بزيت الزيتون، بس شوي الزيت يكون كثير شوي. شايفين؟ هسه بقي علينا البهارات. البهارات شوية ملح، طبعا ما بنكثر ملح لانه مثل ما قلنا الكشك هو مالح وحامض. شوية كركم ونعناع ناشف. طبعا الخطوة هاي النعناع الناشف اختيارية. وبس. نص ملعقة ملح، ملعقتين كبار خميرة. هسا بما انه بدنا نعمل فطاير بكشك وعلى الصاج، فلازم العجينة شو تكون؟ لازم تكون طرية عشان يسهل الفرد تبعها. خليني اعجنها وافرجيكم القوام شلون. هاي العجينة ما شاء الله صارت جاهزة. هذا القوام تبعها طرية كتير. شايفين ما شاء الله؟ بنطريها علشان تفرد معنا صح على الصاج. هسا راح نترك العجين عشان يخمر، وبدنا نطلع نولع النار. هاي ما شاء الله زبطت المكان وحطيت الحطب. هسا بدي اولع النار. مانيش عارفة اولع النار. ولعت. يعني مهمة توليع النار أصعب من مهمة الخبيز نفسها. استناها تولع كويس وأجيب الصاج. دائما بتيجي بالوقت المناسب أنت. أيوة. ما شاء الله بدأت. هاي صارت جو ظل هون. كويس. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفت أولعها صار لي ساعة. والله؟ أيوة. سهلة. خلصت نص الكبريت. وينك يا أكرم؟ وينك يا أكرم؟ سبحان الله وإنك جاي.
اني ما بعرف المقاس، بدي اقطع هناك عاد يبين معي. تطلع كبيرة. تطلع كبيرة. قلت ايش سخن ام خالد؟ المس مثل امبارح. المسينا نشوف. ساخن بتلمس صار لك عشان راح المسامات. راحت البصمات. هسه بدي اجرب اول اشي عجينة هيك. خبز خبز. عشان بس نجربه للصاج نشوف بزبط ولا لا. خبز شراك ولا مهايد؟ لا محايد. طبعا حطيت العجين هون عشان ما ينشف لأن الدنيا هوا. والله اليوم على الحظ يعني هواء قوي. مش على الشوبك ام خالد؟ مش على الشوبك، على الكارة. شوف نعم. الكارة. ما بعرف هون شو بيسموها. بعده مش مرتاح العجين. طيب جربينا بس اول شيء بس عشان نشوف حرارة الصاج. هي صغيرة. اي بس شوي بدي اجرب. شوفوا نضف ما نضف، بدي يطعم فيه الزيت شي. استوت؟ لا بعد ما مداها. مش لازم تطلع بقابيش؟ المفترض. فقاعات. تفكرني يعني بعرف يعني هاي اول مرة أنا. كمان غشيمة. يعني ام خالد كمان لسه ما بتعرفش بهالاشياء هاي يعني. بعدني بتعلم عليه يعني. خلينا نتفرج. تعالوا تفرجوا. ما شاء الله. شو احترقت؟ استوى. اقلبيها بسرعة لا تحترق ايدك. ايوه ما شاء الله. شوف احلى اللون. مواد جمر بس احنا مش حاطين نار. بس على مش الجمر. لازم نحط ناره عشان يحترق بسرعة. مش يحترق. هاي اللون كويس. والله ممتاز بسرعة استوى. هنا سويناك بسرعة. طبعا سميك يعني ولا رققته؟ هذا الخبز الشراك بيطلع رهيب يا ام خالد. والله بدي اشوف الطريقة شلون اساويها. تعرفي تسوي اللي هيك بتصير قلب. هو انا جاية اساويها هاي الحركة. تعلميها يا رغد. ايوه تعلميها هاي الحركة. صعب اتعلم اذا باخذ دروس. شو هذا كشك؟ ايوه خلاص استوت. احترقت حتى مش استوت. خلاص كافية. أنا أول ما شفت نار مولعة حسبت إن اي والله مستوي. مستوي. جرب شوف في طعمه. يطلع مثل الخبز. يا خالد لا بعد بتذوب. النار قوية يعني؟ النار قوية ام خالد. لازم يخف اكثر من هيك. لا من كويس استواءه. لا لسه بس بده نار اخف. على كل حال هو مع الوقت هسه بصير تخف النار شوي. بس الطعمه ما فيش زيت. لا اللي دهنته قبل شوي. خبز وطري يعني ما بتكسر. والله طيب. بده شوية استواء بعد. وين الزق؟ على الزق ما احنا صنعنا تيفال حولناه لتيفال هذا. هاي ما شاء الله. طيب الخبز؟ خالد صرت تسوي لنا ماما نفسي ولا اكل بدل ما نجيب من برا. شو عليه؟ طيبات انه يعني بتغمس فيه طيب. صري ام بشير. افتح عنا مخبز تبع باب الحارة. باب الحارة. ايوه الخطوة الثانية بتجيبي قراصة ثانية بتحطيها فوقيها صح؟ أيوة. ماني بعرف. انت انت شوف امي الله يرحمها بتساوي هيك. يا رب تزبط. اكرام. عشان ما نتفشل يا ام خالد. أنا سويتها بالفرن بس على الصاج بعدني ولا مرة. يلا جربي هاي كافي على الاطراف عشان ما يطلع كله عجين الاطراف لان حشوة فيها. ايوه يلا الخطوة اللي بعدها. عفرت على رغا. كانت الدنيا هوا. ايوه بعد اكبر
ايوه 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 رحيها. شكله بالشاي. ما شاء الله. هاي قاعدين. شو رايكم؟ ما شاء الله. ما شاء الله. صحيح صغيرة بس يعني خلص زبط. ترى بتشهي. ما شاء الله تبارك الله. شلون الاستواء؟ بهالشكل. صباح لنا. شايف شلون طري؟ ممتاز ما شاء الله. واخيرا ام خالد جربت الصاج. بدي اطبخ على الصاج، بدي اطبخ على الصاج. هسه بنقفرهن بزيت زيتون وبناكلهن. خصوصا انه زيت الزيتون من سوريا. كمان زيت الزيتون من سوريا. هاي مات. هاي ام خالد عجب احترق طرفها. النار انتي حاطيتها من طرف واحد، دوريها. ايوه شوفي هاي احترقت من هون يا ام خالد. ايوه هيك. اسهل من الفرن العادي؟ اسهل من الفرن العادي. حتى لو على الحطب. اي حتى لو على الحطب، بس المشكلة وين؟ انه بالفرن العادي بتاخذ فطيرتين، هون فطيرة واحدة بدي استنى لحتى تستوي بعدين اشيل واحط الثانية، عرفت؟ ايوه بس سايل. اعطيني رغيف. حطي الثانية ميال. ايوه هاي اسمها طريقة التقفير. ايوه يلا. لازم زيت زيتون ها؟ ايوه زيت زيتون. حطي الثالث. هاي. شوف ما شاء الله تبارك الله. هاي جابت لك زيت الزيتون ياسمين. خلص لانه هذا جايبين ذوقوا. طبعا دامه سخن. بتقدم معاها زبادي اللي هو الخاثر ومية البندورة. هاي بندورة مع مية مع ملح مضروبة بالخلاط وعشابة وفليفلة. أيوة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ذوقوا واعطونا رايكم. شوفوها نفس طعمة الفرن هناك على الطاولة. يما الله يرضى ذوقي يا عليك. تالين. أنا حاسة أطرى اطرب وأسرع. هاي. تعقدي هون جنب بابا يا ياسمين. ياسمين جنبي تعالي. هون اي هون. شو يا رغد توك رغد على الصامت. خالد تاني دائما يسكت خلص طيبة. بتجنن دائما الفطاير منك طيبة. في اختلاف بسيط بس. والله شو هو؟ ليش فيها فيها طعم غير يعني. النكهة غير عشان على الحطب يا ماما. اطرى أطرى. بكثير. خالد خلصنا الاكل اقعدي وكلي بتركي الكاميرا. صحة والله وعافية. صحة وعافية ما شاء الله عليه. على هالطراوة مع إنه الجو هوا. بعده طري والله إي ممتاز. والله. صحة وعافية. انهي الفيديو عمد. يلا بنشوفكم فيديو جديد ويوم جديد بامان الله. يلا بأمان الله.